وتضحي بحاجات تانية. الحته دي حلوه قوي. انت فرصك ايه؟ لا قد والله ما قد. المتعة عمرها ما كانت في الوصول، لكن المتعة دايما في الرحلة. يا اهلا وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه في بودكاست الرحلة؟ والرحلة النهاردة مختلفة جدا، رحلة بطعم الكواليتي، رحلة بطعم انتاج المحتوى وكتابة المحتوى القوي جدا، رحلة كلها كواليتي وكلها كرييشن وافكار جذابة وابداعية. النهاردة معانا البرنس محمود فودة. ازيك يا فودة حبيبي ربنا يخليك. اعتقد بعد البودكاست ممكن الناس بعد كده تناديك بالبرنس بقى. بالبرنس بس انا بحس ان انت فعلا برنس صناعة الفيديو. انا مبسوط جدا ان انا معاك حبيبي فعلا من قلبي والله، وبعتذر لك ان انا اتاخرنا في الموضوع ده، ان احنا يعني نظبطه وكده يعني، بس الحمد لله يعني. لا جامد جدا. بص، هو انا كنت في البدايه انا بحب التصوير الوثائقي قوي، يعني ان انا اصور فيلم او احكي حكايه حد، بحس عارف اللي هو انا ببقى مرتاح وانا بخلي الشخص هو بيتكلم بيطلع اللي عنده. نفس فكره البودكاست عندك، انت جامد. تتكلم، دي حاجه رحله، عايز تتكلم رحله. يعني في برضه في دكتور مش فاكر اسمها، ممكن اكتب لك اسمها، في جامعه عين شمس، كويس. في نون جميله تقريبا او حاجه زي كده. جامد. خدت الفيلم ده كحاجه للطلبه يعملوا حاجه شبهه، فيلم صغير ريفرنس كريفرنس ليه. جامد جدا. ففكره ان هو عنده فيلم ان هو يشتغل فيه، لازم يعني يفصل ازاي اصلا يطلع الكلام من الشخص اللي قدامه، ما يركزش على الحته التكنيكال. يعني هو بيبقى مركز قوي ان الفريم حلو، وان الاضاءه كويسه، وان الكالر كويس، وان المونتاج وساوند افكتس. طب انت الستوري نفسها تبنيها ازاي؟ الصياد كصياد المفروض يعمل عدته بايده، لو ما عملش عدته بايده ما ينفعش اصلا. دي حته صعبه قوي، عشان الحته دي ممكن تبقى الناس مش عارفه انه ده اسمه اعداد. بالظبط. في ناس كتيره بتبقى مش فاهمه يعني ايه معد البرنامج. بس مش معد بقى بتكنيك معد في حته الافلام الوثائقيه او الاندستري دي كلها. تقدر تقول في الستوري تيلينج اكتر، ان انت اصلا تقدر تطلع القصه من الشخص ده وهو اصلا ما تصورش قبل كده. صعب جدا. هو مثلا صياد مثلا عم حسن، يعني ربنا يحفظه، الناس اللي انا بحبها جدا يعني، هو ما صورش قبل كده. فازاي انت تخلي حد ما وقفش قدام كاميرا طول حياته وطلع منه حاجه انت عايزها تطلع بشكل سينمائي؟ في نقطه بقى الناس كلها مرعوبه منها دلوقتي، ومن 6 سنين اتكلمت عليها في تور. ممكن مش عارف بقى هعرف اجيب لكم التسجيل بتاعه ولا لا، ممكن يظهر على الشاشه. بس كنت بطلع اقول للناس انه في حاجه اسمها artificial intelligence، وفي حاجه اسمها ذكاء صناعي، ومفيش حاجه اسمها موهبه. مفيش حاجه اسمها موهبه. مفيش حاجه اسمها موهبه. في حاجه اسمها دراسه. انت بتدرس الحاجه، وبناء على الدراسه بتاعتك والتراكمات بتاعت الخبره دي، فانت بتقدر تبني قاعده كويسه، يبقى عندك اللي اسمها دلوقتي اللي الناس مسميها موهبه. اوكي. فانت ايه رايك في الفكره دي؟ بص اقول لك حاجه، هو انا يعني بدايه من تنزيل كونتنت على الذكاء الاصطناعي وكده، كنت من اول الناس اللي نزلوا على ميد جيرني، لو تعرف ميد جيرني والسوفت ويرز كلها عامل فيديوز حلوه جدا. الله يكرمك الحته دي. ولكن ليا تعقيب صغير برضو، يعني فكره ان السوفت ويرز دي موجوده، ما ينفعش يبقى واحد بدأ بيرسم بفرشه او ريشه، فاهم، وبيطلع لك فريم فيه تكوين وفيه تفاصيل وفيه ديبس ماب وفيه كل حاجه، وتيجي تقارنه مثلا دلوقتي بسوفت وير في ثواني يطلع لك التصميم. ولكن انا اسف، مش مقارنه بمعنى نفس الكواليتي. قصدي ان الفنان اللي راسم الحاجه دي او المعد اللي يطلع مثلا دافنشي الرسومات بتاعته كويس، الجوده دي في زمنه. يعني مثلا نفس فكره استاذ محمد رجب رسام، هو يعني شخص انا عايز عليا جدا. كنا لسه من بالظبط 3 ايام كان عندي، كنا بنتكلم في الحته دي. قال لي اللي بنوا الاهرامات، ليه الاهرامات دخلت التاريخ؟ عشان ايه؟ الحجم ده بالكتله دي بالطريقه البناء بتاعتها بالمعدات المتوفره وقتها ما كانش ينفع حد يعملها. ولكن دلوقتي شوف في كام ناطحه سحاب اعلى من الاهرامات، هل دخلوا التاريخ؟ لا. صح جدا، لانها موجوده. صح جدا. فكره الذكاء الاصطناعي هو حاجه، عارف انت، عامل مساعد وقوي ما ينفعش تنكره. فعلا زي ما انت ما قلت، معاك حق، هو حاجه موجوده ولازم
تخلي بالك منه، لازم تبقى ابديتد دايما ان هو ما ياثرش على شغلك وعلى حياتك، ولكن هو عامل مساعد ليك قوي في نفس الوقت. هو مش حاجه وحشه. حلو. فكك من الناس اللي يقول لك لا وحش، او في ناس بيقولوا لسه بدري عليه. ما تحكمش عليه برضه، زي ما استاذ محمد ما كان بيقول لي ما تحكمش عليه على طفل صغير وهو بيمشي. ايوه طبعا، هو بيتعلم. الابديتس مرعبه. انت فاهم طبعا. هو على فكره في موديلز كتير فيه بتبقى مبنيه على انه بيعرف الغلط من البرومز اللي انت بتكتبها له ويصلح. كده. طبعا لو هنقارن مثلا ميد جيرني اولا بدات كان عنده مشكله اصلا، بينسى التوقيع بتاع الرسامين. اوكي. يعني لما بيجي يجنريت الصوره بيحط توقيع الرسام اللي هو قافش منه الصوره، ولكن بس دلوقتي لا ثواني، حلها. مش على كده. اللي اقصده ان ميد جيرني كمان في البدايه كان في تفاصيل كتير واقعه. يعني مثلا لو هتيجي تعمل ديزاين عليه وتديله كونسبت معين انت عايز تنفذه، هينفذ لك نفس الكونسبت اللي انت عايزه نفس الشكل، ولكن مثلا تفاصيل صغيره زي صوابع الايد، العين، الشعر ما كانتش موجوده. ولكن لو هتشوف الفيرجنز الجديده بقى من ميد جيرني نفس السوفت وير بعد قد ايه، من شهر 7 لحد دلوقتي، النهارده احنا في شهر كام؟ شهر 2. شهر 2. تطور رهيب. تحس ان انت في شوت في فيلم قدامك. لا دلوقتي فاهم حاجه؟ الموضوع مرعب اصلا. يعني ممكن يعمل لك سينماتيك سين، مشهد كامل، او يديك ستوري بورد لمشاهد كامله فعلا لبني ادمين. تيجي تقول له انا عايز البني ادمين دي مصريين، يطلع لك الفيتشرز بتاعت وشهم مصريين. خد بقى الجديده، انا بجهز عليها فيديو. دي جامد. دي حاجه معاك بقى اكسكلوزيف. تمام. بص يا سيدي، في سوفت وير اسمه ستيبل ديفيوجن تقريبا. حلو. برضه بيجنريت ايمج وكده. في بلجن ليه بيعمل لك ريبوز جوه الديزاين. يعني مثلا انت عايز ترسم له شكل معين للشخص في الفريم، انا عايزه يبقى واقف بخطوط، بس خطوط طلعوا لك كده. مرعب. نفس الكلام لو انت عملت له شغبيط بيحولها لك ميد جيرني برضه. فالموضوع مرعب. بس خلينا نتفق ان الحاجات دي كلها هو عامل مساعد في الفتره الحاليه. حلو. ما تعتمد عليه. حلو. ولكن هو قدام بيتوجه ان الكلاينت يستخدمه. حلو. طب ما هي دي بقى النقطه اللي انا هي دي المشكله. ما هو ما فيش موهبه. ما هو لا، في موهبه. ازاي؟ فكره موهبه. بص، هي فكره الموهبه مش موهبه بفطره او كده، بس في يعني مثلا هديك مثال. لو في حد نزل اغنيه جديده، حلو، نفس المثال ده استاذ محمد رجب كان قايله لي. حلو. انا لازم مركز قوي معاه. يعني استاذ محمد رجب انت ده لازم يشوف. لا شوف الحلقه. بص، المثال ده مؤثر قوي جدا معايا. قال لي ليه اما حد مثلا بينزل اغنيه جديده لو وحشه مش بتعجب الناس، والناس مش فاهمين الفن، فاهم حاجه؟ مش فاهمين، بس هو حاسينها وحشه. والناس اللي دارسين موسيقى وكده بيحبوه. لا مش بيحبوها برضه، يعني الاغنيه وحشه. اوكي طيب مش حلو. ماشي. فاهم حاجه؟ فاللي هو احنا موهوبين بالفطره، احنا عندنا موهبه كده بالفطره في حاجات كتير، مش شرط في حاجه معينه. اوكي. ولكن فكره انك بقى تبدا تشتغل على الموهبه دي بشكل معين ان انت تنميها. يعني مثلا انا بحب التصوير. طيب مسكت الكاميرا، الجهاز ده بيطلع صور. حلو. انا مش عارف تكوين صوره، مش عارف شاتر انجل، مش عارف شاتر سبيد، مش عارف مثلث التعريض بتاعنا، مش عارف اي حاجه رولز عن فوتوغرافي. انا بظبطها اوتو وبصور. كويس. بحس ان انا حابب ان انا اصور. كويس. فهي موهبه مثلا تصوير عندي. كويس. طيب فكره بقى انك تشتغل على الموهبه دي وان انت توصلها، ان انت تحولها كارير، تحولها مثلا ان انت مثلا مش شرط كارير، تحول ان انت بس تبقى بتتقن الحاجه دي بشكل كويس، عارف القواعد بتاعتها، عارف ان انت تطلع بصوره كويسه متكونه صح. فهي دي بحس ان المرحله دي مربوطه بالموهبه. يعني موهبه لوحدها مش كفايه. لو اتعرض عليك انك تاخد دبل سالري، اوكي، وتسافر بره مصر تشتغل بره مصر، او تعمل دبل ايفورت. دبل ايفورت. اوكي. وده يترجم دبل ايفورت، دبل تايم، دبل كل حاجه، وهتاخد نفس الدبل سالري اللي كان بره. هتقعد في مصر ولا تسافر بره مصر؟ هقول لك حاجه، هو انا بالفعل اتحطيت في الموقف ده. جامد جدا. بس مش بنفس فكره الدبل او كده. يعني انا كنت بعد ما خلصت الفتره بتاعت الجيش، دخلت الجيش يا جماعه. جامد. فانا كنت مدي نفسي تايم ان انا هقعد سنه. حلو. قاعد سنه في مصر، هشوف شغلي، شوف الدنيا تتحرك. اوكي بالظبط، تمام. والحمد لله يعني بلد جميله جدا وشغلي ماشي جدا الحمد لله، كويس جدا معايا. كويس جدا. فانا اتحطيت في الموقف ده. لا يعني انا بكمل هنا في مصر. يعني الفتره الاخيره لا، انا شايف ان انا مكمل في مصر، مش هقدر ان انا اسافر. انت قلت ان انت هتكمل في مصر بناء على ايه؟ على ايه بقى؟ على ان انا مثلا انا لسه زي ما قلت لك عريس جديد ده. جامد جديد. يا جماعه بس باركوا له بقى، يعني ادوا له اي حاجه في الكومنت كده ان شاء الله. جامد. طيب وفي نفس الوقت انا لقيت ان الدنيا ماشيه حلو. اللي هو ليه اسافر؟ خليها ماشيه هنا شويه
في الوقت الحالي، فاهم؟ ان لم يكن في الوقت الحالي انا شايفها ماشيه دلوقتي، حلو جدا. فاهم؟ بس يعني ان انا انقل شغلي بره ممكن اسافر واجي عادي، انقل شغلي بره لا، مش دلوقتي خالص، شايف. الشغل شكله اختلف بالنسبه لك او مفهومه اختلف بعد الجواز؟ بعد الجواز، طب اقول لك حاجه غريبه، انا ارتحت جامد جدا. بعد الجواز، جامد كتير. جدا جامد جدا واقول لك حاجه اكتر، يعني انصح بيها اي حد جامد جدا. عايز انك تشتغل ببال اروق ويكون دماغك شغاله بكفاءه 100%، اسعى ان انت تتجوز. بتكلم بجد والله، والله العظيم اقسم بالله، بتكلم. اقسم بالله بتكلم بجد. جامد. انت لو عايز انك، ومش كده بس، انت رزقك هيزيد، جامد جامد. فاهمني؟ فانت لو عايز انك ترتاح او عايز انك تبدا انك تفكر بقى، لو خلاص انت دماغك عايز مركزه في مستقبلك، امشي في نفس الوتيره ان انت عايز تتزوج برضه. انا بالنسبه لي الموضوع يعني فرق كتير يعني. جامد جدا. عارف الفكره فين يا فوده؟ انه احنا كان متصدر لنا كلنا على فكره شباب، كان متصدر. بس انا سواء بالمناسبه انا عايز اشكر زوجتي طبعا يعني. طبعا اكيد طبعا. عايزين جديد. ربنا ينفعش. قولوا ما شاء الله بس يعني. ربنا، لا لا بجد والله يعني، ربنا يكرم الشباب كده ان شاء الله يعني. يا رب يا رب. الناس كانت بتستغربني في بدايه جوازي لما كنت بطلع اقول للناس الكلام ده على فكره بجد. يعني انا لما كان بيجي حد يسالني كنت باجي اقول له لا اتجوز جدا، اتجوز لو ما فيش في جيبك قرش. دي حقيقه. جاهز؟ جاهز. ماك ولا ويندوز؟ ويندوز. ابل ولا اندرويد؟ ابل. تاكل في البيت ولا بره؟ ركز في السؤال ده، انت عريس جديد. لا 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 بره. تاكل بره بس في حاجه، هو مش هيلسي بس باكل بره. عربيه ولا موتوسيكل؟ عربيه. تتفسح في مصر ولا بره مصر؟ اثنين. بجد؟ الاثنين. بيزنس ولا وظيفه؟ بزنس اكيد طبعا. تتعزم ولا تعزم؟ الاثنين برضه. التعليم ولا الخبره؟ كيف خبره؟ الشهره ولا الفلوس؟ هي الشهره تجيب لك الاثنين. تيك توك ولا يوتيوب؟ لا يوتيوب. ايجار ولا تمليك؟ تمليك. شاي ولا قهوه؟ ولا ده ولا ده. انت دلوقتي لو عندك تو اوبشنز، اوكي. عندك شغلانه حلو جايه لك دلوقتي من عميل، جميل، وعندك تو اوبشنز. حلو. الاوبشن الاولاني انك تروح تدفع سبسكريبشن لاي اي ويخلصها لك باكس، حلو. او تروح تجيب بني ادم عادي بيعمل الشغلانه دي يساعدك فيها وهتديله 2 اكس. مش هعتبره بينج بونج السؤال ده عشان لازم نوضح. ما تعتبروش بانه. طيب هتديها لمين؟ هتدي الشغلانه لمين؟ هتديها للاي اي ولا هتديها للهيومن؟ الفكره كلها ان لو السوفت وير هيديني نفس الكواليتي اللي انا عايزها او الشكل العام للبروجكت اللي انا عايز انفذه بالاي اي او كويس. بالجرافيك ديزاينر او الشخص اللي هيقدم لي الخدمه دي، 100% هروح للاي اي. كويس. ودي الخطوره. كويس. ليه؟ لان هو بيقلل الكوست. طبيعي كصاحب بزنس اروح للاقل معايا كويس. طالما هيديني نفس الشكل. ولكن في الفتره الحاليه ما اعتقدش ان انا اقدر اعتمد عليه. تقدرش تعتمد على الاي اي كحاجه اللي هو انا كحد عايز خدمه معينه، مثلا التصميمات اللي بتحصل ممكن اطلع من الاي اي شغل، براويز، اطبع حاجه، تصميمات، الحاجات دي جامد كتير جدا. جامد. ولكن كديزاين من على فكره احنا الصفر، بنعمل كده ما فعلا. انا عارف. طب موجود عندك في تابلوز بنعمل كده فعلا. بنعمل الديزاينز بتاعه التابلوهات بالاي اي مثلا حسب الكالر ساينس او الكالر في الديكوريشن اللي موجود، بالظبط، او حسب الديكوريشن اللي موجود اصلا في في الشقه. ستايل في دماغ الحد بنفذ نفس كلاسيك بالظبط، اخضر احمر جراي، جميل. طلع لي تابلو دي خلاص طلع فعلا. ولكن ان انا ابدا مثلا بوستر لفيلم، الاي مش هيطلع لي البوستر اللي انا عايزه. لو انا محتاج اصمم لوجو ببراند ايدنتيتي بقى من البدايه وكونسبت معين، مش هيطلع لي الحاجه دي دلوقتي. انا بتكلم دلوقتي في الفتره الحاليه، احنا في 2023، الفتره الحاليه اللي بنسجل فيها الفيديو ده لسه ما يقدرش يطلع لي بنفس بقوه ان جرافيك ديزاينر تعتمد عليه. بالظبط. جامد جدا. فلو هيقلل لي الكوست وبيديني نفس الجوده اكيد هروح ليه. مفيش حد ما اعتقدش ان في حد يقول لك لا انا هدفع كتير وهدي للبني ادم. جامد جدا. كصاحب بزنس اكيد هروح للاقل. جامد جدا بجد. دي حاجه هتختصر عليكم يعني قصه احنا الاثنين اعتقد يعني بدأنا في التشانلز بتاعتنا ما كانش عندنا حد يقول لنا اي حاجه كتير فعلا. والناس بتستغرب انتوا ليه بتعملوا كده معانا. بقول لهم حاجه بسيطه قوي، عشان ما لقيتش حد يعمل معايا كده. نعمل ايه؟ نعمل لهم كونسلتيشن، نحاول ان احنا بالظبط نحاول ندي الناس علم ينتفعوا بيه ان شاء الله. تشير بس الاكسبيرينس بتاعتك بشكل لطيف، سهل الموضوع. عارف انت لو انا بديك بوينت انت هتمشي عليها هتظبط الدنيا يعني. جدا جدا والله. وممكن مين عارف ممكن تبقى رحلتك بالظبط في يوم من الايام
تيجي هنا في بودكاست الرحله وتقولها ونسمع رحلتك، وربنا يرضي قلبك ويوسع رزقكم كلكم ان شاء الله. النهارده رحلتنا خلصت، بس في رحلات تانية كتير. اشوفكم على الف خير ان شاء الله مع ضيف جديد ورحله جديده. السلام عليكم.